من دمشق هنا القاهرة. في 2 نوفمبر سنة 1956 وقت العدوان الثلاثي على مصر، قدرت طيارات العدو من تحطيم مباني الإذاعة المصرية اللي كانت في منطقة أبو زعبل، ثم بعد كده انقطع الإرسال والراديو بكل جمهورية مصر العربية، والشعب كله أصبح في حالة ترقب لأنه كان منتظر وقتها الخطاب الرئاسي للزعيم جمال عبد الناصر من فوق منبر جامع الأزهر. بعد قصف الإذاعة المصرية في مدة ما تتعداش ال7 دقايق، قرر المذيع السوري عبد الهادي بكار عبر إحدى الإذاعات السورية إنه يتضامن مع الدولة المصرية وانه يغير في النشر عشان يقول جملته الشهيرة من دمشق هنا القاهرة. ومن ساعتها فضل اسمه محفور في ذاكرة كل الجمهور العربي. وعبد الهادي بده يفوت بأيام 5 دقائق 7 دقائق عن النشرة. جريء كان كثير عبد الهادي، كثير دخل حط، والله قالها هو، لم يملي عليه أحد. أول ما يقول إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، قال هنا إذاعة القاهرة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.